نأسف لبشاعة المنظر. كنت رايح والله علشان أحلق وأظبط نفسي شوية، دقني طولت والحالة مش أحسن حاجة، ولكن القدر كان له رأي تاني خالص. ده كان عينة بسيطة. السما مش كانت بتنزل مية عادي، جو شتوي إنها تنزل مية، لا، كانت حرفيا جايبانا كلنا لمسة كتاف بالتلج. تلج. طبعا رجعت مكاني، قعدت ودعيت ربنا شوية، وطبعا مسكت التليفون بتاعي قعدت اتفرج على الفيديو اللي انا كنت عامله المرة اللي فاتت، اللي بالمناسبة رد فعلكم عليه ما كانش مشجع خالص. هسيب لكم اللينك بتاعه، يا ريت تتفرجوا عليه، تعبت فيه والله. المهم سرحت شوية كده مع الفيديو ده، فتح لي بصراحة نافذة لفكرة. انا اتكلمت على الناس اللي وزنها زايد. طب الناس اللي وزنها محتاج يزيد دول اخبارهم ايه؟ حسيت بالذنب تجاههم لوهلة كده. تخيلت نفسي مكان المتفرج اللي هو من اصحاب الوزن الخفيف جدا، بيتفرج على الفيديو بتاعي وانا بتكلم عن تخسيس وعلاج الحرق وعلاج مش عارف ايه، وهو قاعد يا عيني على وشه رياكشن واحد، احنا كفرات. بالتالي قعدت ودورت وبحثت، جبت لك الزتونة، وزي ما انا معودة عندي حلول معنوية وعندي حلول علاجية. تعالى. الحلول المعنوية هنا بالنسبة لي اتلخصت وتقسمت عندي لحاجتين أساسيين بس. أول حاجة الرياضة. ثانية واحدة ثانية واحدة، أنا ما أقصدش الرياضة تروح علشان تخس، لا 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 لا، أنا عايز هنا البناء العضلي، التكوين العضلي. مش عايز حرق الدهون، عايزك تنقي أصغر دمبل، مستحسن يكون 2.5، ما أعتقدش إن في أقل من كده. أيا كان التمرين اللي هتلعبه عدي فيه على قد ما تقدر. معاك بقى عداد مفتوح، مش محتاج احرق دهون في المرحله دي لان مفيش دهون تتحرق اصلا. اللي يقولك اشرب مشروبات غازيه دي حاجه بتتخن، ابعد عنه. المشروبات الغازيه بالفعل طالع عليها اشاعات ان هي بتتخن، هي بالفعل بتتخن. المشروبات الغازيه بتدخل تعمل نوع من انواع الدهون الغير صحيه، دهون البطن، وده احنا مش عايزينه. احنا عايزين بناء عضلي وتكوين دهون صحيه. ابعد عن المشروبات الغازيه. تاني حاجة النظام الغذائي. زي ما قلنا ان في نظام غذائي لإنقاص الوزن، كمان في نظام غذائي لزيادة الوزن. بيحتوي على ايه؟ خد عندك مبدئيا اغلب الاكلات اللي بتحتوي على سعرات حرارية ونسبة بروتين عالي، ده هيكون متركز في النشويات بمختلف اشكالها، اللحوم، الاسماك ذات الدهون العالية زي الماكريل وزي السلمون، انواع من اسماك التونة. يا ريت كمان ويفضل لو بين الوجبات تاخد شوية مكسرات زي الكاجو، زي الفستق، زي اللوز، زي عين الجمل. الحاجات دي بتحتوي على نسبة سعرات حرارية عالية جدا ومفيدة جدا وصحية جدا لاحتوائها على كثير من الفيتامينات المطلوبة للجسم زي الأوميجا 3 وفيتامينات أخرى كثيرة. منتجات الألبان مهمة جدا، ويا سلام بقى لو تجيبها كلها كاملة الدسم، هيساعدك في انك انت تزيد الوزن بشكل صحي وطبيعي. خلاص كده؟ لا طبعا لسه. انت نسيت ولا ايه؟ لسه في الحلول العلاجية. تعال معايا. اول منتج المكتسح وبجدارة صاحب الصيت العالي جدا، الجروث فورميلا. الجروث فورميلا بصراحة اثبت كفاءة عالية جدا، وده اللي اداله السمعة الجارفة بتاعته وشهرته في مجال زيادة الوزن. نازل منه 4 أشكال، كبار وصغار، فوق 50 وحوامل. نازل بأطعمة مختلفة، منها الفانيليا، منها الفراولة، منها الشوكولاتة والموز. بالنسبة للناس اللي هتبقى غاوية الجيم وقتها، الجروث فورميلا هيبقى معاكوا عامل مساعد وهيبقى محفز جدا، لأنه بيحتوي على نسبة بروتين عالية جدا. بالتالي هيدي للرياضي نسبة البروتين العالية اللي هو هيبقى محتاجها زيادة على البروتين اللي جسمه بينتجه بطريقة طبيعية. ده هيكون للرياضيين بونو. بالنسبة للأطفال الجرعة هتبقى نص كيس على كوباية لبن مرتين في اليوم. بالنسبة للناس الكبيرة كيس على كوباية لبن كامل الدسم 3 مرات في اليوم. المكملات التي تحتوي على مادة الكرياتين. مادة الكرياتين دي هي تعتبر جزء من مكون العضلات، بالتالي أخذ المكملات الغذائية التي تحتوي على الكرياتين هيكون مفيد ومناسب. تاني حاجة الدايجستين أو الدايجستوزايم أو الدايجينورم، بيندرجوا تحت مسمى فاتح الشهية. في من الحاجات دي برضو للأطفال ولكن في شكل دواء شرب. أسماء تانية من شركات تانية زي الفروتال، التوتال. ما يمنعش لو نضيف بعض الفيتامينات، المالتي فيتامينز اللي فيها شوية حاجات الجسم يبقى محتاجها علشان يكون كتلة عضلية في نوع من أنواع الانفتاح على الشهية، زي الفيتاماكس، زي الليميتلس بأنواعها سواء للكبار للصغيرين. في علاج تاني كده بصراحة هو جامد برضه، أنا بجيب لكم كل الحاجات الجامدة، اسمه
سيبروفيتا، مكون من مادة اسمها السيبروهيبتادين، ومعاه فيتامينز تانية منها الفيتامين أ والفيتامين د. الشغل الرئيسي بتاع السيبروهيبتادين بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل في الوزن إنها بتقلل من شغل الهرمون بتاع السيروتونين. السيروتونين هرمون المسؤول عن الإحساس بالشبع أو الشعور بالشبع في الجسم. بالتالي الشعور ده لما هيقل هيبقى عندك قابلية إنك أنت تاكل، والشهية بتاعتك هتكون مفتوحة، وبالتالي تقدر توصل للوزن اللي أنت عايزه. كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي الجرعات بتاعتها بتتراوح من 2 ل3 مرات على حسب الحالة، ودي اللي يحددها طبعا الدكتور اللي انت متابع معاه. تابعوا النصايح دي وامشوا والتزموا بيها، استشيروا الطبيب بتاعكم أول بأول، وبإذن الله تبقى جعفر العمدة في الموسم الثاني في رمضان اللي جاي. سلام.